في العصور الوسطى في جبل بعيد عن شرق اسيا كان في نبات جميل جدا، شكله مبهر، جماله بيخطف العقول والانظار. لكن الاجمل من كده ان النبات ده كان من انظر النباتات في العالم. النسخه الوحيده منه في العالم كله موجوده فوق الجبل، وعلشان كده كان ملايين الناس بيجوا من اخر الدنيا بس عشان يشوفوا النبته دي. تنزل سيول جارفه من السماء وكانه فيضان يغرق المكان. الناس جلت من على الجبل، جاب معاه عاصفه قويه جدا. وبعد ما الجو هدي الناس طلعت على الجبل عشان تشوف النبته دي، وعلى الاقل يلموا ورقه واحده من الحاجات اللي اتدمرت، لانهم خلاص اتاكدوا ان 100% النبات ده اتدمر. لكن المفاجاه النبته واقفه شامخه، ولا كانها اتاثرت في العاصفه ولا حتى السيول. كانها بتقول للعالم انا موجود، انا ماليش حدود. الناس ابتدت تسال ازاي النبته دي لسه فضلت موجوده، ازاي فضلت واقفه وشامخه، ازاي فضلت واقفه ومستحمله ده كله. من هنا ظهر واحد من بعيد بيتفرج وبيدرس المشهد حته حته، ومن اللحظه دي اتفتح لينا باب جديد اسمه الدعامه في النبات.